اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب العالمين. النهاردة هنعمله الجلاش بطريقة سهلة خالص وبسيطة، والمكونات بتاعته سهلة يعني مش مكلفة جو. كل الموضوع نص كوباية بشر على نص كوباية سوداني على معلقة سكر على كوباية زيت أو كوباية سمنة أو نص سمنة ونص زيت. طريقته سهلة خالص. عايزة تعمليه سمنة بس اعمليه زي ما انت عايزة. انا كنت جايبة من شركة روتاني اللفة دي. بصراحة الجلاش بتاعها حلو وفيه ورق كتير ومش متقطع ولا كده. السوداني بتجيبي السوداني عادي، بيكون طبعا متقشر وبتحطيه في الفرن يتحمص وتفركي القشرة اللي عليه وبعد كده تدقيه تنعميه، تجرشيه يعني ما يكونش ناعم خالص. بعد كده حطيت نص كوباية سمنة او معلقتين سمنة على شوية زيت. عايزة تعمليه سمنة بس اعملي عادي. في كلتا الحالتين السمنة بتخليه حلو والزيت برضو بيخليه حلو. بعد ما سيحت السمنة طبعا وحطيتها على الزيت تحط معلقة بيكنج باودر صغيرة على السمنة، لان البيكنج باودر بيخلي الجلاش مورق ويكون هش وفي نفس الوقت ما يكونش مكتوم. اهو زي ما انتم شايفين كده المكونات كلها موجودة. لفة الجلاش والبشر على السوداني على معلقة السكر على كوباية السمنة او كوباية زيت زي ما انا قلتلكوا في اول الفيديو. بعد كده بتفردي الجلاش بس بتغطيه عشان ما ينشفش لانه هو بيبقى رقيق خالص وبينشف بسرعة. اهو زي ما انتوا شايفين هي الورقة بتاعته حلوة وما يكونش متقطع وحلو. انا بستعمله على طول. اول حاجة بتحطي ورقة جلاش، طبعا بتبقى رقات فوق بعض، بتاخدي ورقة واحدة بس وبالفرشة وبتدهنيها سمنة، بس تدهنيها سمنة حبة حلوين يعني علشان السمنة ما بتتحط في الجلاش بتخليه مورق وحلو. كل حتة يعني في الجلاش بتكون مدهونة سمنة. وبعد كده بتشيلي الورقة التانية وتحطيها على الورقة الأولى، يعني هما بيبقوا ورقتين بس. والورقتين دولت بيعملوا لك كمية كتير. بس شوفي بس معايا الفيديو هنا وانت هتعرفي التفاصيل. اول حاجة حطيت البشر على السوداني على السكر وقلبتهم كويس مع بعض، وبعد كده حطيت في لفة الجلاش زي ما انتم شايفين كده. بس ما بلفش ورقة الجلاش كلها للاخر، بقسم الورقة نصين. عايزة تعملي ورقة بورقة زي ما انتوا شايفين كده، ورقة واحدة وتلفيها للآخر لفيها. عايزة تحطي ورقتين فوق بعض وتقسمي الورقتين برضو معاكي دي ومعاكي دي. انا طبعا بعمل اللي هما الورقتين دولت وباجي عند نص الورقة اقطعها وبحط سوداني وبشر في النص التاني وبلفها برضو. دلوقتي هتفهموا قصدي انا قصدي ايه بالظبط. وضروري يا بنات تحطوا البيكنج باودر لان البيكنج باودر حلو وبيخليه هش. اهو زي ما انتوا شايفين دولت ورقتين فوق بعض. هلف لحد نص الورقة واقطعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الصينية بتكون مدهونة زيت او سمنة وبترصي على طول على الصينية. عايزة تقطعيه قطعيه، عايزة تلفيه وفي الاخر تقطعيه زي ما انتوا عايزين. اسفة على الحتة دي لان كان ابني اللي بيصورني ومكانش عارف يصورني كويس. اهو زي ما انتوا شايفين هي طريقته سهلة خالص وبسيطة. هي كل الموضوع بس ان هو بيحتاج كوباية سمنة زي ما قلتلك على زيت والبشر والسوداني، وده اكيد عندنا في كل البيوت بيفضل من رمضان او غير رمضان. حتى هات الكميات ربع او تمن هيكفيك برضه وهيفضل والله لان لفة الجلاش ما بتاخدش كتير. كده خلاص اهو حطيت الورقتين. يا رب بس تكونوا فاهمين قصدي. حطيت ورقة الأول ودهنتها سمنة، حطيت الورقة التانية ودهنتها برضو سمنة بس تدهني حبة حلوين يعني عشان تكون مورقة. وبعد كده بتحط الحشو بس ما تلفيش الورقة كلها لأن هتبقى تخينة معاكي. عايزة تلفيها كلها تبقى تحطي ورقة بورقة. عايزاها زي أنا ما بعملها كده ورقتين وأقسم النص وتحطي في النص اللي هو الفاضي ده اللي بقيت الورقة برضو عادي. بس انا بعمل بالطريقة دي اللي هي ورقتين فوق بعض وبقسمها نصين. طريقته سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت بيفرط معاكي كمية كتير. واحسن ما تشتري من بره بيبقى مكلف برضو من بره، وحاجة يعني حلوة يعني تعملها لأولادك وكده بيفرحوا بيها.
كده خلاص، دي الورقة الواحدة عملت ده كله. هبدأ بقى انا اقطعه. عايزة تقطعيه قبل ما تحطيه في الصينية عادي، عايزة تقطعيه وهو في الصينية زي انا ما بعمل كده برضو عادي، استهلي ليكي يعني انت اعمليه. اهو زي ما انتم شايفين كده، بعد ما قطعته طبعا وفردته، كان فاضل ورقة في الاخر، لان انا كنت عاملة ميجوز، فاضل ورقة واحدة عملت اللي هي المثلثات دي. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو مخصص اعمل لكم فيه الجلاش اللي هو المثلثات. بعد كده رحنا الفرن. النار بتكون متوسطة، مش عالية قوي ولا واطية قوي، زي ما انتم شايفين كده. لو احمر من تحت توطي عليه شمعة وتعلم من فوق يحمر، وبعد كده تسيبيه 5 دقايق على نار هادية خالص عشان يكون مجرمش معاكي. كده خلاص اهو. واللي هي الجلاش يعني لما بيحمروا كده بطلعه طبعا احطه في زيت. بس في شربات، الشربات بيبقى كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية ونص عصرة الليمون، يغلوا على النار لمدة 10 دقايق وهيكون معاك الشربات زي الفل. كده خلاص اهو. وطبعا لو جنب ابيض وجنب احمر بقلبه بالمعلقة، ما بياخدش مني ثواني عشان يكون كله زي بعض او كله احمر زي بعضه. كده خلاص اهو وبألف هنا. طريقته سهلة، اتشجعوا بس والله العظيم، وانتوا مش يعني مش هتبطلوا تعملوا الجلاش ده تاني لانه هو سهل خالص وبسيط. وزي ما قلت لكم هي حاجة حلوة، تبقى حلوة يعني في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو زي ما قلت لكم ان هو احمر ومجرمش وطعمه لذيذ جربوه مش هتندموا. الشربات يكون بارد والجلاش يكون سخن.